المقارنة جات قوية بين كريستيانو رونالدو وميسي. إنها كأس العالم قطر 2020، لن نرحم ولن نتراجع، لن نميل إلى حبيبي ميسي ولن نتهاون معه. المقارنة قوية بين الدون وميسي. ميسي هو من قاد فريقه إلى دور الثمانية. ميسي الذي حسم ووقف بقوة مع فريقه إلى دور الثمانية وقادهم بكل قوة. ميسي أين كان الدون عندما عبر البرتغال دور الثمانية؟ أين كان الدون؟ كان على الدكة مع البدلاء. الدون رفاقهم من قادوه إلى دور الثمانية، ولكن لا كان له أي موقف ولا دور. وهنا ننصف العدالة ونقول بكل قوة وحيادية: ميسي قاد رفاقه إلى دور الثمانية في كأس العالم قطر 2020، وهو أقوى كأس عالم في العالم. والدون رفاق كريستيانو هم من قادوه، رفاق كريستيانو رونالدو هم من قادوه إلى دور الثمانية. لن ننصف ولن نرحم مهما كان ميولك لأي منهما. لابد أن تقول كلمة الحق بدون تعاطف وميول مع أحد. كريستيانو رونالدو لن يقود فريقه، ولكن رفاقه هم من قادوا لكأس العالم. وميسي بجبروته وقوته هو من قاد بلاده إلى دور الثمانية في كأس العالم قطر 2020، وهو أقوى تنظيم كأس عالم قطري عربي مشرف لكل المصريين. وهنا تلعب المؤامرة والقوة دور كبير مع المغاربة الذين أقصى دور وشرف العرب والمسلمين. المغاربة نتوقع لهم المزيد إن شاء الله في المربع الذهبي. المغاربة في المربع الذهبي، خذها مني بكل ثقة. ونتمنى مشاركة الدون، لأنه بمعنى صح عالة على فريقه، عالة كبيرة على فريقه. الدون عالة كبيرة على فريقه. إذا شارك أمام المغرب تأكد أن زياش وأولاده سوف يعبرون بكل قوة إلى المربع الذهبي، ويكونوا من الأربعة الكبار. واثقين في الرجالة المغاربة من مصر أم الدنيا. ندعم كل المغاربة بكل قوة، وندعمكم وننتظركم في مربع الذهبي مع الكبار. المغاربة يستاهلون أكثر من ذلك، يستاهلون أكثر من ذلك. هم كبار، العرب وأفارقة. المغاربة أسود الأطلس بقيادة الركراكي، وهؤلاء النجوم كتبوا تاريخ يشرف ويدرس. مهما كانت النتيجة القادمة يا مغاربة سوف تظلون في القلب، في الأعماق. المغرب بكل قوة، ندعم وندوس على الجميع. المغاربة بكل قوة سوف تكون هناك. إذا شارك الدون أساسيا في المباراة تأكدوا رسميا صعود المغاربة إلى المربع الذهبي، وسوف يقصون بكريستيان بالدون ورفاقه. ها هنا ندعم المغاربة وبكل قوة. تحيا المغرب، تحيا المغرب. وننتظركم في المربع الذهبي، ستقصون يوم السبت القادم على الدون ورفاقه. من مصر تحياتي إلى المغاربة ولكل المغاربة الموفقين إن شاء الله.